رن على ابنه وقت ما كانوا داخلين عليه علشان يقتلوه. راجل سوداني بيودع ابنه في مكالمة هاتفية بالدموع. ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان توصل صوت الناس دي. ايه القصة؟ في فيديو انتشر الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا. في البداية كلنا كنا فاكرين ان الفيديو ده ذكاء اصطناعي، لكن لما دققنا النظر اكتشفنا الصدمة. الفيديو طلع فعلا حقيقي. اللي بيحصل في الفيديو هي حالة إنسانية. أب من أهل الفاشر المقيمين في السودان اليومين دول بيتم الاعتداء عليهم من قبل قوات الدعم السريع. هناك قبل ما يموتوا بالنار بيموتوا عن طريق الجوع. الأب بيعرف إنه خلاص حياته هتنتهي كمان شوية. بعد لحظات حد من الدعم السريع هيخش عليه ويقتل، فبيقرر ان هو يتصل بابنه. فعلا بيتصل بابنه مكالمه هاتفيه، وبيبدا ان هو يتكلم معاه وبيقول له ان هو خلاص دي اخر مكالمه واخر مره هيشوفه فيها. الولد رد عليه قال له ايه اللي هيحصل بعد كده يا ابويا؟ قال له انه خلاص القوات داخله عليه وان هو هيموت. والاب بيبلغ رسالته وبعدين المكالمه بتفصل. الولد كان عامل تسجيل للمكالمه وهو بيكلم ابوه، وبعدين نشرها على السوشيال ميديا والفيديو حقق اعلى نسبه مشاهده. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا طيب يا بنات عبد انا عبد كله موجود. عبد انا ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان توصل صوت الناس دي.